أول فوز عربي في المونديال؟ الإجابة تونس. منتخبات عربية كتير شاركت في كأس العالم، لكن قليلين اللي سابوا بصمة أو مشاركة مشرفة إنجاز التعبير. تونس ظهرت في أحد أكثر المونديالات إثارة للجدل، الأرجنتين 78. رغم إنها كانت المشاركة الأولى لفريق حديث العهد بالأجواء العالمية، إلا إنها تحولت إلى ذكرى جميلة. وإلى الآن ينظر لفريق المدرب عبد المجيد الشتالي على إنه أفضل منتخب تونسي وأحد أهم المنتخبات العربية والإفريقية. الشتالي اللاعب والمدرب السابق للنجم الساحلي، كان عمره 35 سنة لما درب المنتخب، لكنه كان سابق عصره. تفوق على المغرب والجزائر ونيجيريا في تصفيات إفريقية صعبة. وفي يوم تاريخي فازت تونس على مصر في مباراة لا تنسى على استاد المنزه. إفريقيا في الوقت ده كان بيمثلها فريق واحد فقط في المونديال، ولأن تونس كان عندها فريق مختلف فاستحقت تبقى الممثل الوحيد. النيلي وغميض وعتوجة وعجيد ودياب ودويب والعجربي والكعبي وغيرهم أسماء ظهرت بشخصية كبيرة في روزاريو وكوردوبا. ومن أول مباراة مونديالية تونس أعلنت عن نفسها بفوز مهم على المكسيك، انتصار دخل السجلات لأنه أول فوز إفريقي وعربي في تاريخ كأس العالم. وإلى اليوم الفوز ده ما زال محتفظ بقيمته، لم يتأثر بهزيمة بولندا، بل اكتسب تقدير أكبر بعد التعادل مع ألمانيا الغربية في ثالث جولة. تعادل ما كانش كافي لتأهيل نسور قرطاج للدور الثاني ولا حتى لإرضاء غرورهم، يمكن لأنهم كانوا مصدقين إنهم استحقوا أكتر وبإمكانهم التحليق لمستوى أعلى.